السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، ايه رأيكم في التورتايه الجميلة دي؟ والله يا جماعة تورتايه جميلة واقتصادية. لو عرفتوا بقى يعني اقتصادية ازاي هتعملوا كلكم زي كده. بسم الله ما شاء الله. جميلة وطعمة وشكلها حلو وطعمها احلى. طبعا تورتايه ازاي يا ام ملك وانت يعني؟ ولا بيض ولا دقيق ولا فرن. يا جماعة، ولا بيض ولا دقيق ولا فرن. متهيألي كده عرفتوا، عشان الشكل ده انا عاملاه لكم قريب، مش كده؟ عاملاه لكم قريب في القناه كده. دوري كده على الفيديوهات اللي هي الاخرانيه، هتلاقيني عامله لكم بقى تورتايه بس كبيره عندي شويه ومستطيله. وكانت باللون البينك والابيض اللي هو الروز مع ابيض، فكانت جميله جدا. تنفع اعياد ميلاد وتنفع حلوه وتحليه لضيوفك، وممكن في الفالنتاين بقى وعيد الحب بقى، على اساس ان هي كانت لونها بينك. جميله جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه، هو الطريقه تعتبر واحده، بس التشكيل ده بقى بتاعك انت وذوقك انت. يعني انا حاطه كريم شانتيه وشوكولاته واوريو ولا بوريو. انا حاطه صراحه الاوريو الاصلي، فانت حطي وشكلي واعملي الشكل اللي يعجبك. عايزاها بالشوكولاته ماشي، عايزاها بالكريمه ماشي، عايزاها باي لون ماشي، التزويق بالكريسبي ماشي، بالفرماسي ماشي، باللي هو الحلاوه الزلط، زي ما انت عايزه. ايوه، هو البسكوت يا جماعه. ما هو ازاي ما فيش دقيق ولا بيض يبقى بسكوت يا جماعه؟ ده بسكوت المدارس حبايب قلبي. اللي مالك بتستلمه. طبعا ما بتستلمش الكميه دي كلها مره واحده، زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا ايه، على فترات بيسلموها، فهي بتحوشه لما تكون حابه اعمل لها بيه بقى التورته كده. ليه بقى؟ لان هي ملهاش في، ما بتحبوش ساده. يعني انا حتى انا وعيالي ما بنحبوش ساده، بنحب اللي هو بالعجوه، بالشوكولاته، اللي هو يعني بالويفر، الكريمه، الكلام ده كله. فبما اننا ما بنحبوش فبنركنه زي كده اهوت. ممكن نحط فيه مثلا هنا صوص شوكولاته او مربى او نوتيلا، ونقفلهم الاثنين على بعض وبنحطهم في طبق في التلاجة. شويه بياخدوا من طعم بعض ويجمدوا، بناكلهم بتبقى جميله جدا وبتخلي طعمه في حته تانية خالص. ما بالك بقى لما تعملي اللي انا هعمله ده بقى، بيخلي حته يعني طعمه في حته تانية وثالثه ورابعه. فانت بتاخدي قيمه غذائيه وبتاخدي طعامه. يعني كمان كيلو لبن، يا سلام، كيلو لبن بخير وبقى كده جميل ما شاء الله. كيلو لبن يا جماعه هنحط عليه كوبايه سكر. شايفين المج ده؟ المج الصغير ده بتاع الشاي. كوبايه سكر على كيلو لبن. هنحط ايه كمان؟ 3 معالق كبار نشا. ده دقيق يا حبايب قلبي، معلقتين دقيق، وده 3 نشا، و2 كاكاو خام. وانا بستخدم الكاكاو الاسباني، بحس ان هو انضف كاكاو صراحه، الغير محلاه. يبقى 3 نشا و2 دقيق و2 كاكاو خام، وكل ده هنقلبه على البارد. هنقلبه كويس على البارد قبل ما نحطه على النار. دوبناه كويس حبايب قلبي كده، ورفعناه على النار وايدينا فيه على طول عشان ما يعملش تكتلات. شايفين ايدي فيه على طول زي ما قلنا عشان ما يعملش تكتلات، لان نشا ودقيق فممكن يعمل تكتلات لو انا ايدي مش فيه، وانا عايزاه يبقى ايه، كريمي كده وجميل. القوام بتاعه كريمي وجميل وعلى نار وسط. اول ما يتقل يا جماعه هنحط مكعبين زبده او معلقتين زبده. ولو مش موجود زي ما انا دلوقتي مش معايا، فهحط معلقتين سمنه او معلقه ونص سمنه. لكن لو الزبده موجوده يبقى اطعم طبعا، والتست بتاعها يبقى حلو وتبقى طعمه طعامه. بس يعني يجيش قالك اتصرف، فانا هحط معلقه ونص سمنه من اللي موجوده عندي. بصوا تلاقيني وانا بقلب كده بتديها لمعه كمان. يا سلام، بصوا القوام بقى جميل ازاي. اول ما القوام كده يتقل ويبقى حلو كده زي ما انتم شايفين، بنحط لها الزبده او السمنه ونقلب برضو. كيس فانيليا حبايب قلبي او معلقه صغيره فانيليا سايله اللي موجود عندك برضو حطيه. السايله بتبقى خطيره جدا صراحه، بس انا ساعات بتبقى موجوده وساعات لا، فبرضو زي ما قلت لك ايه، اللي موجود عندك ما توقفيش نفسك على حاجه يعني.
يا دوبك السمنه كده ساحت والفانيليا دابت كده وقفلنا عليها خلاص. بصوا القوام ده اللي انا عايزاه، واخدين بالكم؟ طبعا لما تبرد اهو كيس لبن نظيف وفتحته وحطيته في كده زي ما انتم شايفين في البايركس بتاعي. لازم طبعا اللي هو الصوص ده يكون برد جدا. عايزه تحطي مكعبين شوكولاته معاهم حطي، عايزه تزودي شويه لبن وكده عشان تخفيه شويه مفيش مشكله. برد خلاص وقلبنا اللي قلبناه، وزي ما قلت لك عندك مكعبات شوكولاته وعايزه تحطيها وهو يعني بعد ما طفيتي عليه وهو لسه سخن عايزه تحطيه مكعبين شوكولاته تعزيز الطعم برده مفيش مشكله. ادينا كسرنا البسكوت زي ما انتم شايفين كده حتت صغيره خالص على قد ما قدرنا، وقلبناه في الخليط زي ما انتم شايفين كده. وهنيجي بقى ايه، احنا حاطين عليه الكيس دوت عشان لما نقلبها يتقلب بسهوله. كيس اللبن ده النظيف ده فتحناه وايه وهنحطه زي ما انتم شايفين كده. بصوا نزلنا كل الكميه، يعني بحط بسكوت على قد ما ايه احس ان هو كميه البسكوت مناسبه لكميه الصوص اللي انا عملته، صوص الشوكولاته ده يعني الكميه المناسبه. يعني كان عندي بسكوت تاني بس انا قلت لا هو كده يا دوبك، هو كده مش محتاج اكتر من كده، الكميه دي مناسبه. وضغطت زي ما انتم شايفين كده، بضغط حطيت كل اللي موجود في الحله وضغطت كويس جدا، وهقفل عليها بالباقي بتاع كيس اللبن اللي من تحت ده. هقفله زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي بعد ما اضغط واساوي. ونحطه بقى ايه في التلاجة. انا كنت شغاله بالليل صراحه، فايه يعني المفروض مثلا لو انت هتشتغلي بالنهار يعني 4 ساعات 6 ساعات يفضل يعني، بس انا هعملها بالليل وانام اصحى الصبح اشكلها براحتي. اهو شايفين قفلتها كويس جدا، واحط عليها غطا او احط عليها حاجه تقيله بحيث ان هي ايه تبقى متماسكه. يبقى بنحطه في التلاجة 6 ساعات، بس انا عشان عملته من بالليل هحطه الصبح ايه اشتغل بيه او الظهر اشتغل بيه براحتي، يعني مفيش حاجه ايه مش مستعجله ولا ورايا حاجه. زي ما انتم شايفين طلعته من التلاجة وحطيته على طبق كده، الطبق اللي هتقدمي فيه قلبته زي ما انتم شايفين بيبقى بيتقلب بسهوله جدا، لان طبعا التورتايه بالبسكوت جمدت كلها في قلب بعضيها والصوص مسك فيها وكل حاجه. وبعدين فيها كيس زي ما انتم شايفين كيس بلاستيك، ممكن تحطيها برضو على القاعده الدواره لو انت حابه تشكليها على القاعده الدواره، او يعني تحطيها يعني تحشيها قرص زي التورتايه. مش احنا بنحط على القاعده الدواره ايه القرص الذهبي دوت، القرص الذهبي اللي بنحط عليه التورته الاسبونج، برضو ممكن تحطيها عليها يبقى شكله اشيك واحلى. ممكن تعملي شوكولاته خام بشويه لبن وتصبيه عليها وتزينيه بشويه فرماسيه، وممكن تعملي زي ما انا هعمل هجلسها زي التورتايه بكريم شانتيه اهي. بصوا الشوكولاته مكعبين شوكولاته اهم، المكعب ده تقريبا 100 جرام. هبشرها صغير واحطها في طبق وتحت حاجه فيها ميه، الميه طبعا ما توصلهاش عشان ما تخرصي، بس يعني هو حمام بخار زي ما انتم شايفين كده اهو بشرتها واحط لها شويه لبن واسيحهم واحطهم هنا. او نحط كريم شانتيه، يعني انت ممكن ما تحطيش كريم شانتيه وتستكفي بالشوكولاته وتزوقيها بالشوكولاته كده كانها تورتيه ومتزوقه بالشوكولاته وخلصت. لكن انا حبيت ان انا اعمل زي التورتيه وحطيت كريم شانتيه زي ما انتم شايفين وجلسيها بقى زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. بتجلسيها بالاسباتولا بقى بكيس حلواني زي ما انت حابه بتجلسيها. وممكن الكريم شانتيه تحطي عليه شوكولاته خام صوص شوكولاته او كاكاو خام بحيث ان هي يعني تجلسيها باللون البني ما يبقاش ابيض كده، بس انا كنت حباها بالابيض. لكن لو انت عايزه تعمليها بني يعني بعرفك ان انت ممكن تحطي النوتيلا صوص شوكولاته، الشوكولاته اللي احنا سيحناها لما تبرد تاخدي شويه وتضربيهم مع الكريم شانتيه تديكي اللون البني زي ما انت بتعملي في التورته واحنا متعودين معاكم يعني. هي المواضيع بقت سهله وبسيطه، فكل واحد دي ده ذوقك في الاخر. يعني احنا وريناك الطريقه بالبسكوت بالخليط اللي احنا عملناه بيها. التشكيل بقى والتزيين ده بقى كل واحد ودماغه، وكل واحد والطعم اللي بيحبه يزوق بيه. اللي يحط كريم شانتيه، اللي يحط شوكولاته، بس اللي يحط يعني زي ما قلنا التزيين ده بتاعك انتي. بنحاول نسويها بالسكرابر، ومش لازم تتعبي نفسك قوي فيها لان احنا لسه هنحط عليها شوكولاته سايحه زي ما انتوا شفتوا كده.
حاططها في التلاجة شويه طبعا عشان خاطر ايه، عقبال ما اعمل الشوكولاته وتبرد شويه تكون هي مسكت الكريم شانتيه ما يسيحش. الكريم شانتيه لما يشد شويه كده في التلاجة برضو يبقى افضل، يعني خطوه بخطوه كده حطيناها في التلاجة عقبال ما نجهز دي. الشوكولاته ساحت اهي واللبن سخن، لازم يبقى اللبن سخن، ونضيف حبه بحبه لغايه القوام اللي احنا عايزينه. عايزه تحطي معلقه زيت ذره زي ما انا بحط او زيت نظيف، عشان خاطر يعني لازم طبعا الحلويات يبقى زيت نظيف او زيت ذره يعني، فزيت نظيف ما يكونش فيه ريحه يعني. تحطي معلقه كده تدي ايه لمعان. شايفين؟ بقلب 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 واشوف السمك بتاعه، وخلي بالك لما بيقعد هو طبعا عشان سخن دلوقتي، لبن سخن والشوكولاته سخنه، لما بتقعد بتبرد بتتقل، فخلي بالك. شوفي السمك اللي انت عايزاه. طبعا مش لازم يبقى بارد قوي عشان تعرفي تصبيه يعني بحريه اكتر على التورتايه، وفي نفس الوقت ما يبقاش سخن عشان ما يسيحش الكريم شانتيه والدنيا تعك منك. خلي بالك يعني. شايفين السمك بتاعه كده كويس، لانه لما يبرد هيتقل. بطريقه سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين حبايب قلبي بقى. هنصب ايه صوص الشوكولاته الجميل ده على التورتايه بقى كلها. شايفين؟ يا بتخش، بصي الحاجه اللي بالشوكولاته دي بتخش في قلبي كده، يعني انا واولادي يعني، واكيد ناس كتير زينا. فيعني لو كده قولوا لي في التعليقات مين زينا، مين بيحب بقى الحبشتكنات بقى والكريم شانتيه والشوكولاتات والكلام ده كله. اللي بيحب الشوكولاته كده ناس كتير، وفي ناس كتير ما برضو ما بتحبش يعني. فانا عشان كده عامله لكم مره بالشوكولاته ومره بالكريم شانتيه واللون الروز الجميل، فكل واحد زي ما هو حابب يعني. دول اتبقوا حبه حطيتهم هنا اهوت. شايفين؟ هحطهم في الفريزر مش بيخسروا، وقت ما بتعوزي شوكولاته لاي حاجه بتطلعيها. تمام. بصوا بقى، حطيتها في التلاجة شويه. كان عندي كريم شانتيه برضو تاني، حطيت اهو وردات زي ما انتم شايفين. حزمتها زي التورتايه وحطيت وردات كبيره من فوق، وجبت البوريو عملتوها انصاف كده. وزي ما انتم شايفين كده الموضوع ايه سهل وبسيط وطعم واعملي وبدعي كده لاولادك، وتسلم ايديكي، واي حاجه من ايدك هتبقى حلوه لعيالك.